ضيف مميز، الرئيس الأسبق لجمهورية تونس الدكتور المنصف المرزوقي. أنا سعيد جدا بوجوده معي اليوم، وأشكركم جزيل الشكر على قبول الدعوة. مرحبا بكم في حوارات هشام. أهلا وسهلا. أنا أيضا سعيد جدا بهذا الحوار. إن شاء الله يكون نافع للجميع، وإن شاء الله نتقدم في فهم إحدى أكبر الإشكاليات التي تعترضنا اليوم كعرب وكمسلمين، قصة هذه الإرهاب. إذا سمحت دائما وأبدا أريد أن نكون على نفس الموجة. أكيد. من ناحية المفاهيم. صحيح. لأن إذا كان نستعمل كلمة الإرهاب أو كلمة الديمقراطية أو كلمة الاشتراكية أو أي كلمة، هذه الكلمات الكبرى اللي عندها 1000 مفهوم ومفهوم، أنت تتحدث انطلاقا من مفهوم والآخر يفهمك من مفهوم آخر، وبالتالي يصير في لخبطة. وبالتالي أنا دائما وأبدا أبدأ حواراتي بالتدقيق في الكلمات، هل نحن متفقون على هذا التعريف؟ فإذا كنا متفقين نواصل النقاش. إذا سمحت أنا سأبدأ بالأساس بمحاولة تعريف الإرهاب. أوكي. لكن أيضا يجب أن أعرف بنفسي، لأن قضية الإرهاب لا تعرفها هكذا في المطلق. أنا عندي تجربة بالإرهاب في كل المستويات. أولا أنا كمسلم متهم اليوم بأنني إرهابي بالنسبة لكثير من الناس. إذا تم اتهام ضمني بأنه إن لم تكن يجب أن تثبت أنك لست إرهابي بما أنك مسلم. إذا هذا الشيء الأول. لكن أنا أيضا كرئيس دولة سابق، الملف الإرهاب كان مطروح بقوة. 3 سنوات الأولى التي عشتها كرئيس الجمهورية التونسية كانت قضية الإرهاب قضية يومية. أنا أذكركم بأنه تم اغتيال الشهيد شكري بالعيد، تم اغتيال النائب البراهمي، وكان هذا أدى إلى أزمات خارقة للعادة. كما تم أيضا اغتيال الكثير من جنودنا في ظروف فظيعة. الهجمات الإرهابية لعبت دورا رهيبا في إسقاطي كرئيس الدولة في الانتخابات، ولعبت دورا كبيرا في إسقاط أو تعريض التجربة الديمقراطية في تونس إلى خطر، وأسقطتها نهائيا في سوريا. إذن قضية خطيرة بالنسبة لي أيضا كرجل سياسي. أيضا أنا اتهمت كثيرا بأنني أدعم الإرهاب. صح. قيل عني أنني إنسان، بما أني تحالفت في وقت من الأوقات لضرورات سياسية مع الإسلام السياسي، فأنني أدعم الإرهاب. وبطبيعة الحال كلام فارغ. اتهمت أيضا بأنني سفرت الإرهابيين إلى سوريا، وهذه من إحدى أكذب القذورات، من أقدم الأكاذيب التي صيغت عني. حيث قضية الإرهاب لا أتعامل معها كما لو كانت كما لا ستعامل مع فكرة فلسفية مطلقة. أتعامل معها كقضية تمسني في جوارحي، تمسني في معتقداتي، تمسني في أدائي السياسي إلى آخره. وبالتجربة أنا أتحدث عن هذا الموضوع بتجربة فكرية سياسية شخصية. لو سألتني كيف تعرف الإرهاب أنت، لأن قضية تعريف الإرهاب أيضا مطروحة بقوة، وإذا إلى حد الآن لا يوجد تعريف متفق عليه عالميا حول هذه الظاهرة، رغم أهميتها وتواترها في وسائل الإعلام إلى آخره. لماذا؟ لأنه طريقة تعريف الإرهاب هي التي ستمكنك من استعمال هذه الفكرة السياسية، لأنه اليوم قضية الإرهاب هي قضية سياسية بامتياز، وبالتالي تعريفها يعطي لمن يعرفها قوة معينة في إطار المعارك السياسية. وهذا ما يجب أن يفهمه الناس، بحيث ما هيش قضية فقط قضية فكرية أكاديمية هكاك في الهواء الطلق. لا، هي قضية سياسية بامتياز، وتعريفها أيضا تعريف سياسي. لذلك أنا حبيت أتقدم بكل وضوح بأنني أتعامل مع هذا الموضوع كرجل سياسي ذهب ضحية الإرهاب، كمسلم ذهب ضحية الإرهاب كرئيس دولة، ذهب ضحية الإرهاب في سمعتي إلى آخره. وبالتالي عندي حساسية مفرطة تجاه هذا الموضوع. ولكن مع هذا أنا أفكر منطقيا، أحاول دائما وأبدا أن أضع مشاعر على جهة، أفكر منطقيا. يعني إذا كان تركت مشاعرك ما تقدرش. هل أستطيع أن أواصل أم؟ أكيد. أنا طبعا نود أن نسمع تعريفكم أنتم للإرهاب. ما هو الإرهاب بالنسبة لكم أنتم؟ طيب، أنا بالنسبة لي الإرهاب يجب تفكيكه إلى على الأقل 5 نقط. أوكي.
الإرهاب أولا هو النقطة الأولى هي استعمال الوسائل الغير شرعية والغير قانونية والغير إنسانية. يعني أنت في تستعمل وسائل غير قانونية غير إنسانية، الهدف إلحاق أقصى قدر من الأذى النفسي والجسدي بمن؟ بالخصم السياسي العقائدي الطبقي، بأي وسيلة؟ بث الرعب فيه. بث الرعب فيه، والرعب ليس الخوف. الخوف يعني هو شيء طبيعي، هو انذار بأنك يجب أن تتصرف بكيفية أو بأخرى. يعني الخوف يترك لك دائما وابدا وقت التفكير، بينما الرعب لا، الرعب هو خوف بارتباك، لا يسمح لك بأن تأخذ أي قرار باستثناء الهروب أو الاستسلام. إذا أنت عندك استعمال الوسائل غير قانونية غير شرعية غير إنسانية لإلحاق أقصى الأذى الجسدي والنفسي بالخصم العقائدي أو السياسي أو الطبقي، لبث الرعب فيه. والهدف الأسمى إن صح التعبير هو إجباره على الاستسلام لسلطانك عليه، وعدم التمرد، وعدم يعني الدفاع عن حقوقك الشرعية، التسليم فيها، وعقابك إن تجرأت على محاولة الدفاع عن حقوقك الشرعية. هذا تقريبا وصف للإرهاب، وهو وصف كما ترى وصف عام، لكنه يأخذ بعين الاعتبار أنه لابد أن يكون عندك خصم، وهذا الخصم دائما عقائدي، يعني من ينتمي إلى عقيدة أخرى، من ينتمي إلى طبقة أخرى، من ينتمي إلى تيار آخر. هدفك هو أن تبث فيه الرعب ليستسلم، ليسلم بيتخلى عن حقوقه، أو لتعاقبه إذا كان يطالب بهذه الحقوق. وبهذا أنت تستعمل كل أدوات المتاحة لك التي تبث فيه الرعب، وهو يعني القتل، الإهانة، الإذلال إلى آخره. هذا هو توصيف الإرهاب. انتبه جيدا أنك عندما تصل إلى هذا التعريف بالإرهاب تفاجأ بأنه يعني الإرهاب خاصية ليس من خاصية هذا الدين أو ذاك. الأمر أعقد وأخطر من هذا بكثير. الإرهاب هو خاصية من خصائص الدولة. كيف خاصية من خصائص الدولة؟ وهنا الإنسان يرفع يديه إلى السماء يقول هذا رئيس دولة سابق يقول أنه الإرهاب هو خاصية من خصائص الدولة. انتبه، هي الدولة يعني بمفهومها النظام السياسي الذي يتمكن له جملة من الأدوات للتحكم في المجتمع، له الحق في العنف الشرعي. الدولة هي الوحيدة التي يمكن لها أن تمارس العنف الشرعي، والعنف الشرعي هي أن عندك جيش يدافع عن الحدود، وعندك بوليس أمن، وعندك قوانين، وبإمكانك أن تقتل الناس إذا تمردوا، بإمكانك أن تلقي عليهم القبض وتضعهم في السجون. عندك عنف شرعي. لكن وراء العنف الشرعي هذا دائما وابدا تكتشف أن الدولة، وخاصة إذا سهروا عليها ناس ما عندهمش أخلاق أو عندهم مصالح كبرى، أنهم يتجاوزون العنف الشرعي يعني لاستعمال أدوات أهم وأوسع وأخطر من هذا العنف، يعني العنف الشرعي. وهنا أتحدث عن التعذيب. التعذيب هو يعني نوع من الإرهاب لا تمارسه إلا الدولة. احنا في تونس عشنا كرئيس رابطة حقوق الإنسان، عشت تقريبا عن 20 سنة الأخيرة تحت حكم بن علي، ونحن هاجسنا هو التعذيب. التعذيب كان إرهاب الدولة. لأنه شو هو التعذيب؟ التعذيب هو استعمال وسائل غير شرعية، تعذيب غير شرعي، هو يعني تركيع الخصم العقائدي والطبقي، هو إجباره على الاستسلام، هو عقابه على التمرد، وهو بث الرعب فيه طيلة الوقت حتى لا يتمرد عليك، وتلحق به أقصى قدر من الأذى الجسدي. حيث التعذيب هو يعني يمكن أن نقول أنه التعذيب هو أقصى قدر ممكن من الإرهاب. وهذا التعذيب لا تجده إلا عند الدول. كل الدول، هذا خاصية الدولة الاستبدادية. يا ريت صح، يا ريت فقط خاصية الدولة الاستبدادية بين ظفرين. انظر مثلا الدول الديمقراطية، ألم تمارس الدولة الديمقراطية الدول الاستعمارية التي كانت دول ديمقراطية ألم تمارس التعذيب في بلداننا؟ ألم تمارس القتل على أوسع نطاق يعني لإرهاب الناس حتى لا يتمردوا؟ أليس مثلا اليوم في الدولة الديمقراطية الأمريكية أليس معتقل غوانتنامو الذي تمارس فيه أبشع أنواع التعذيب النفسي أليس هو جزء من إرهاب الدولة؟ إذن وهنا أنا أتحدث مرة أخرى كرئيس دولة سابق، أنا منعت التعذيب
منعته منعا باتا، واعتبرت انه هذا منافي تماما لوظيفه الدوله. لكن للاسف الشديد الدوله عندها يعني زي التياتر، عندها ما تراه وعندها ما خلف الستار. هي تستعمل الوسائل الشرعيه، العنف الشرعي امام الستار، وخلف الستار تستعمل ايضا الارهاب وبالاساس التعذيب يعني الممارسات الاخلاقيه. اذا وهذه القضيه قضيه قديمه، بما معناه انه الدوله حالما تنتصب فان فيها جزء منها، الجزء الظاهري هو الاستعمال الشرعي القانوني للعنف، ووراء هذا الستار ايضا هناك يعني خلف الستار للاسف الشديد جزء كبير من الارهاب. اذا الارهاب بالنسبه لي لم يولد مع الدين، واي دين اسلامي، الارهاب ولد مع الدوله، والارهاب جزء يعني من السياسات التي يمكن ان تعتمدها الدوله. واهم بالنسبه لي عند يعني قضيه ديمقراطيه الدوله هي انها منعها من ان تكون راعيه للارهاب، من ان تعيش بالارهاب. الدوله الاستبداديه بالاساس تعيش بالارهاب وتمارس الارهاب على شعبها. خاصيه اخرى في علاقه الدوله بالارهاب، وهذا رايناه يعني في العالم العربي. انت لما تشوف هذه الجماعات الاسلاميه الارهابيه، داعش مثلا، داعش جماعات يعني تطبق عليها بالضبط هذه التعريف للارهاب. داعش تستعمل الوسائل، يعني اقصى وسائل الايذاء النفسي والجسدي، الذبح، القتل، الكذا كذا، تبث الرعب في الخصم العقائدي او السياسي لتجبره على التسليم بامورها ولا تريد غير التسليم، او تعاقبه على انه لم يذهب في هذا الاتجاه. اذا واضح انه يعني اذا كانت الدوله ايضا يعني فيها جزء من الارهاب خلف الستار، يعني عندها خاصيه او صبغه ارهابيه، فان هذه الجماعات الارهابيه، هذه جماعات داعش ايضا تشاركها في نفس الاتجاه. الان ما هي العلاقه بين الدوله الاستبداديه الارهابيه وبين داعش؟ انا بالنسبه لي داعش في سوريا هي صنيعه المخابرات السوريه. الدوله الاستبداديه لانها تمارس يعني ضغط كبير على شعبها، لا تترك له الا على الاقل لبعض الفئات من هذا الشعب الا يعني هذا الحل، انها تحاربه يعني بنفس السلاح، بما يعني أن الجماعات الإرهابية في عالمنا العربي هي وليدة الدولة الاستبدادية، والدولة الاستبدادية تستخدم هذه الجماعات، وهذا رأيناه في كثير من يعني في مصر في كل مكان، تستعمل هذه الجماعات الإرهابية لتقوي سيطرتها بحجة محاربة الإرهاب. يعني هي تخلق الإرهاب، تخلق الظروف الموضوعية للإرهاب. هذا عندما لا تخلق هي نفسها الجماعات الإرهابية، ثم تتغذى بوجود هذه الجماعات الإرهابية لكي تواصل هي ممارسة إرهابها، بحيث يصبح إرهاب الجماعات المتطرفة وإرهاب الدولة الاستبدادية يغذي بعضه البعض. ومن يضيع في ما بينهما هي القيم، هي الحقوق، هي إنسانية الإنسان، هي كذا. بحيث أنه هنا أريد أن أؤكد على هذه الفكرة، أنه إذا أردنا أن نتخلص من الإرهاب فيجب أولا ديمقراطية الدولة، بحيث أنها تتخلى عن هذا المخزون الإرهابي الذي يمكنها من السيطرة على المجتمع. وهذه خاصية بالأساس الدولة الاستبدادية أو الدولة الاستعمارية، حيث أنك لما تفرض على الدولة أنها تكون دولة ديمقراطية، دولة شفافة إلى آخره، فأنها تنزع عنها هذا النزوع الكلاسيكي الموجود فيها منذ وجدت نحو الإرهاب، وبالتالي تفوت على هذه الجماعات الإرهابية أنها تتغذى من إرهاب الدولة لتصبح هي يعني منظمات إرهابية. بطبيعة الحال تمنع الدولة الديمقراطية من أنها تخلق جماعات إرهابية لكي تنفذ القرار، لكي تنفذ سياسات أخرى تحت غطاء السرية. إذن كما ترى القضية هي قضية توازن بين الدولة وممارسة الدولة وهذه الجماعات الإرهابية التي إما تخلق من رحم الدولة الاستبدادية أو تخلق كرد فعل على الدولة االاستبدادية. هذا هو الشيء الذي نعيش فيه. بالتالي يقحمون الدين ويقحمون الإسلام ويقحمون مش عارف إيش، كل هذا للضغط على المعارك الحقيقية، وهي الدولة الاستبدادية أو الدولة الاستعمارية تنتج جماعات إرهابية تحتاجها لتواصل استبدادها، وهكذا تضيع القضية بين يعني توجهين غريزيين للدولة
من جهة، ومن جهة أخرى للجماعات الإرهابية. هذا هو الذي يجب أن نفهمه. أوكي. الآن كيف تعالج هذه الظاهرة، ربما سنتحدث هذا أكيد. مطولة فيما بعد. بطبيعة الحال هي اجتثاث الأسباب التي أدت إلى ظهور الجماعات الإرهابية، واجتثاث الأسباب التي أدت إلى أن الدولة اللي هي مفروض أنها تحمي الحريات وتحمي الحقوق تصبح هي نفسها دولة إرهابية، هي تمارس الإرهاب على شعبها، كما هو الحال مثلا في سوريا أو في مصر، لإبقاء الشعب تحت قدمي برجوازية فاسدة عفنة إلى آخره. هذه تقريبا رؤيتي للموضوع، والآن يعني يمكن أن نبدأ النقاش. أرجو أنني كنت وضحت يعني نظرتي للموضوع. أكيد دكتور، هذه كانت أرضية جيدة لنبدأ النقاش. أكيد هناك كثير من الأمور التي يجب أن توضح أكثر، من بينها مسألة عندما نقول الاختلاف العقدي، فأكيد لا نتكلم بالضرورة عن الدين، ولكن عن خلافات إيديولوجية قد تكون سياسية دينية أو شيء آخر. السؤال هنا هو ربط الإرهاب بالدولة المستبدة، وكأنه ردة فعل، هو وليد ردة فعل ضد الدولة المستبدة. قد يقول قائل أنه الأمر مختلف عندما نتكلم عن الدين الإسلامي. لماذا الإرهاب هو مرتبط بالدين الإسلامي؟ هناك دول مستبدة ليست مسلمة ولا نجد ردة الفعل هكذا، نفس ردة الفعل. لا نجد عمليات إرهابية هندوسية مثلا في بريطانيا، لا نجد حتى ليست مشكلة فقر أو مشكلة سياسات أو استعمار، بل نجد وحتى ليست مشكلة جماعات إسلامية في دول مستبدة. فهناك ما يسمون باللون وولف، يعني الذئب المنفرد. هناك أشخاص يقومون بعمليات إرهابية في أوروبا، في فرنسا العمليات الأخيرة طبعا، التي ليست وليدة جماعات إسلامية أو ردة فعل ضد دول مستبدة. أليس ما هو هذا يعني هل السبب هو النصوص الدينية الإسلامية التي إذا أولناها بشكلها المعروف قد تقود شخص ما إلى الإرهاب؟ هل هو الخطاب الراديكالي؟ هل هو فشل دولنا في تكوين أشخاص قادرين على تقبل الرأي الآخر وثقافة الاختلاف، وأنه حتى لو سخر من بعض مقدساتهم لن يقومون بعمليات إرهابية؟ ما هو السبب في نظركم؟ شوف، مرة أخرى تكون عندنا منهجية للتفكير. أنا أرفض رفضا باتا لا قضية التنصل من المسؤولية ونظرية المؤامرة وأنه إحنا أبرياء، ولا أرفض أيضا تحميلنا وزر كل الخطايا والأخطاء. نحن بشر، نحن مجتمعات بشرية، نعيش المشاكل التي تعيشها كل البشرية، لسنا لا أحسن ولا أقل من كل البشر الآخرين. ظاهرة الإرهاب مثل ما قلت لك ظاهرة مرتبطة بالدولة، بنشأة الدولة. الإرهاب موجود منذ وجدت الدولة، يعني هذا يكون واضح. الإرهاب وجد والدولة وجدت قبل أن يوجد الدين. الدولة وجدت منذ 10,000 سنة، والدين الإسلامي لم يوجد إلا منذ 1500 سنة. يعني طريقة الحكم كانت دائما وأبدا فيها جزء كبير من التعنت، من الإكراه، من استعمال أقصى قدر ممكن من القوة لإجبار الخصم الآخر على الاستسلام. أيضا عندما تنظر إلى التاريخ مثلا أوروبا ستكتشف أن ظاهرة ما يسمى اليوم الإرهاب كانت موجودة في أوروبا بشكل كبير. لو تقرأ مثلا كتب دوستويفسكي الذي أحسن يعني وصف روسيا في آخر القرن التاسع، أواخر القرن التاسع عشر، ستجد قصص لا تحصى ولا تعد عما يسمى اليوم الإرهاب، وهذا اللو سوليتير إلى آخره. يعني الأشياء هذه كانت موجودة في أوروبا. في البلقان أيضا كان الإرهاب بين ظفرين كما نسميه الآن، يعني كان موجود، يعني ردة فعل المجموعات على الدولة المستبدة. تحكينا على الهند، آسف، الهند فيها يعني إرهاب ديني متواصل. أنا أذكرك بأن المهاتما غاندي يعني قتل في 48، وقع اغتياله كما تم اغتيال مارتن لوثر كينغ في أمريكا من قبل جماعات يمكن أن نسميها إرهابية. أنا أريد أن أذكر أنه مثلا مجموعة مثل الكوكلوكس كلان في الولايات المتحدة الأمريكية جماعات إرهابية، لأنها تريد بث الرعب في مجموعة معينة من المواطنين لأنهم سود، وتستعمل كل الآليات ضدهم كده. إذن مرة أخرى القضية لا علاقة لها بالدين، أي دين كان، هي مشكلة سياسية
تطرح من قبل علاقة الدولة بجزء من المجتمع. دولة مستبدة فظة غليظة تستعمل كل وسائل العنف وخاصة التعذيب لإكراه الناس على السكون، تواجهها ردة فعل من بعض الجماعات التي تقرر مواجهة هذا العنف بعنف مضاد، والتي آنذاك تدخل في عمليات إرهابية منها قتل الأبرياء. وهذا هو لب المشكلة. الدين ليست له أي علاقة، أي دين قضية سياسية مرة أخرى تتعلق بممارسة الحقوق، يعني بالصراع. هو المجتمع شنو؟ المجتمع هو ساحة صراع على ثلاث أشياء: الثروة، يعني الثروة، السلطة، والاعتبار. عندك مجموعات داخل الدولة التي متمسكة بالثروة وبالسلطة وبالاعتبار ومستعدة لأن تحرق الأخضر واليابس، وتستعمل أيضا مرة أخرى كل الوسائل الإرهابية منها التعذيب، التي تؤدي عند مجموعات أخرى تريد نصيبها من الثروة والسلطة والاعتبار إلى ردود فعل تذهب إلى وضع القنابل وقتل الناس إلى آخره. شو دخل الإسلام في هذا الموضوع؟ لكن يعني كلام ليس له محل من الإعراب. لكن لما القضية السياسية، اسمح لي، امتى يدخل الإسلام في هذه الظاهرة وكذا؟ يدخل كقضية سياسية، إنه إحنا يعني المجموعات التي نسميها الإرهابية بحاجة إلى غطاء إيديولوجي، وبالتالي هي يعني تأخذ هذا الغطاء الإيديولوجي الإسلامي. لو جينا في 1920 مثلا، ربما كانت تاخذ غطاء شيوعي، ما تاخذوش غطاء اسلامي. لكن في الساحه السياسيه الان، في السوق السياسيه، الغطاء الايديولوجي الموجود للجماعات المتمرده ضد الدوله الاستبداديه، يا عندك الديمقراطيه اللي تبنيناها احنا، يا عندك الاسلام لهذه المجموعات التي جزء من المجموعات التي امتشقت السلاح. وبالنسبه للدول المستبده، يعني هذا ما يريدون ان يجدوا شماعه يعلقون عليها استبدادهم، وهذه الشماعه للاسف الشديد وجدوها في الاسلام، الذي مره اخرى لا علاقه له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. لانه اذا كان انت تريد ان تبحث في الاسلام عن هذه الايه او تلك التي تحر على العنف، فاذهب فسترى أنه في الإنجيل ستجد في هذا، وستجد في العهد القديم أكثر وأكثر 1000 مرة إلى آخره. هذا كلام لا يجوز، ونحن لا يجب أن نقحم أنفسنا فيه. لا يجب أن نشعر أننا مذنبون لأننا مسلمون، وأننا متهمون بشيء موجود منذ آلاف السنين وستواصل بعدنا ربما آلاف السنين، وهو علاقة سياسية بحتة في الصراع على الثروة والسلطة والاعتبار فقط. اوكي، اكيد دكتور ان هناك يعني واضح ان جل المسلمين هم مسالمون، هذه مساله معروفه، وقله قليله هم من يقومون بعمليات، وهم الضحايا. اكيد انا اتفق تماما. وكذلك واضح ان هناك دول مستبده، وواضح ان هناك رده فعل، وهناك جماعات ارهابيه تحاول ان تحصل على مكاسب سياسيه داخل الدول، تبحث عن غطاء ايديولوجي مثل ذكرتم الجماعات في امريكا، وكذلك عبر التاريخ. اكيد هذه مساله معروفه، لكن السائل قد يطرح هذا السؤال، ونجد هذا السؤال هو سؤال مهم، هو ماذا فعلت فرنسا، وماذا فعلت ألمانيا، وماذا فعلت النمسا، وماذا فعلت إسبانيا وبريطانيا لكي يقوم شخص أو يقوم أشخاص في هذا البلد بقتل المواطنين؟ أليست هذه المسألة متعلقة بنصوص، وهي خارج أي جماعات وخارج أي يعني هناك دور للنصوص الدينية في هذا؟ لا يمكن أن نقول هو فقط مسألة سياسية. فهذا الذي مثلا قتل الناس في فرنسا، أو الذين قتلوا الناس في النمسا، لم يقوموا بذلك للضغط وللحصول على مكاسب سياسية في فرنسا أو النمسا، بل كان فقط دفاعا عما يعتقدون أنه هذا مقدس والنصوص تسمح لهم بذلك. شوف، أولا حتى تبدأ الأمور واضحة ولا يكون أي خلط. نحن ندين بمنتهى الشدة يعني كل هذه العمليات الإرهابية التي تمس بأبرياء، ويعني أنا كديمقراطي، كإنسان يعني تلميذ مع غاندي ومانديلا، بالنسبة لي هذا شيء فظيع. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا كل الوضوح، أنه إحنا ندين كل هذه العمليات ونعتبرها ممسة تمس بشرفنا إلى آخره، ومرفوضة جملة وتفصيلا، ومتعاونين طيب. لكن المشكلة أنك مع أصدقائنا الأوروبيين لما تقول لهم لكن،
يتوقف الحوار معهم، يقول لك لا ما فيش، لكن انت تريد ان تبرر الارهاب. يا سيدي انا لا اريد ان ابرر الارهاب، احنا ضحايا هذا الارهاب. انا اقول لك هذا الشخص الذي امامك، انا خسرت الانتخابات الرئاسيه في 2014 للضربات الارهابيه التي كانت مبرمجه لتدمير الثوره التونسيه. كيف يمكن ان اتعاطى مع الارهاب؟ طبعا انا ضد هذا الارهاب، وانا اريد ان ابحث له ايضا عن حلول. لكن مره اخرى انا كطبيب ارفض التعامل مع الاعراض، اريد دائما وابدا اتعامل مع الاسباب. ما هي الاسباب العميقه التي ادت الى هذا الشيء؟ والبحث عن الاسباب ليس البحث عن المعاذير. مره اخرى لا يجب ان نترك هؤلاء الناس يتهموننا باننا اذا اردنا ان نبحث عن الاسباب يقولوا لا انتم تبحثوا عن التبرير وعن كذا. نحن لا نبحث عن التبرير، نحن ندين هذا الاعمال ب1000 مره ومره، مش هذا الموضوع. نحن نبحث عن الاسباب. هذه الاسباب معقده جدا، فيها جزء من مسؤوليتنا وفيها جزء من مسؤوليه هؤلاء الناس. جزء من مسؤوليتنا احنا في بلداننا العربيه الاسلاميه لم نستطيع ان نوفر لشبابنا التعليم، الظروف الاجتماعيه، الكرامه الى اخره، وبالتالي يعني خلقنا اجيال غاضبه ناقمه ساخطه تبحث عن اي وسيله للتعبير عن الذات، وهذا مسؤوليتنا نحن. طيب انتم شنو مسؤوليتكم في اوروبا؟ انتم ايضا عندكم مسؤوليه في اوروبا يا سيدي الكريم. رئيس الجمهوريه نفسه الفرنسي اعترف، قال نحن، وهذا كلمته هو مش كلمتي انا، قال نحن يعني نولاشتي، يعني والله انا اعتبر انه رجل شجاع. يقول لك احنا جبننا، يقول لك احنا جبننا خلانا نترك هؤلاء الشباب في البطاله، في الكذا، في الكذا كذا. اذا ثم اسباب اجتماعيه تخليهم يعني يتمردون. يعني لما مجتمعنا احنا يخلق شباب ضائع ومتمرد وليس له يعني افق، ثم هذا الشباب يجد نفسه في نفس الوضعيه في الطرف الاخر، ثم تترك بعض يعني الخانات التي تحاول استثمار هذا الغضب واستثمار هذا كذا في عمليات ارهابيه. بطبيعه الحال يصير عندك اعمال مثل هذه الشنيعه. لكن مره اخرى ما دخل يعني شوف انت يعني خليني اعطيك مثال. هل من الممكن ان تصير في حريق في غابه يوم مطر في وسط الشتاء؟ لا. يعني تتصور ان تصير في حريق؟ طبعا لا، لان الظروف الموضوعيه لا تسمح بظهور الحريق. متى يصير عندك حريق؟ في الصيف وعند حاله الجفاف المطلقه، ولا بد ان يكون هناك واحد غبي يعني يرمي بعقب السيجاره على كذا. يعني يجب توفر جمله من الظروف حتى تصير في هذه المأساة. احنا بصدد توفير الظروف الموضوعيه لكين هذه المأساة. الاستبداد في بلداننا، التعذيب وكذا، المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه في تلك البلدان التي تركت وتهميشهم وتحقيرهم الى اخره. ثم ياتي انسان يعني هذا الذي سيرمي السيجاره على الغابه التي مستعده لكذا، هذا يمكن ان يكون يا اما مأجور، يا اما ان يكون يعني مخه هذاك هو حده، لكي يحاول ان هذه الظروف الموضوعيه يستثمرها سياسيا لنفسه فيخلق هذه الجماعات الارهابيه. طيب احنا لابد ان نتعاون جميعا على مش على الظاهره، مش على انه نمشي نتهم هؤلاء الناس بان دينهم هو الذي السبب في. نحن يجب ان نتعامل على الظروف الموضوعيه التي ادت الى احتراق الغابه. هذا يمر في بلداننا بنهايه الاستبداد، بنهايه الاستغلال، بسياسه تعليميه، بسياسه دينيه مختلفه الى اخره. والا فان سنبقى نتعامل مع الظواهر. يعني ما دام الاسباب التي تؤدي الى احتراق الغابه موجوده فهي ستحترق دائما وابدا. انت عندك غابه في الصيف الكلها يعني اوراق جافه، اي مهما حاولت تطفئ جبل النيران دائما وابدا سيوجد غبي والا مجنون لمحاوله اشعال هذه الغابه وستشتعل من جديد. هذا هو الوضع الان، وهذا ما نريد ان نقوله لاصدقائنا الفرنسيين والاوروبيين. جميل. تعالوا بكلمه سواء حتى نحل مشكله الارهاب في جذورها، وليس بالشتم وبالسب وبالبحث عن يعني عن مسؤولين
يخلي اللي احنا مسؤوليتنا ما عادش تظهر. هذا مش معقول. جميل جميل. أنا أتفق، وهذا سؤال مهم، والبحث عن جذور المشكل بدل الحديث عن الأعراض والإلقاء بالتهم هكذا جيد جدا. لكن ما تفضلتم به قد ينطبق على البعض أو على الكثير، لكن عندنا كذلك استثناءات وغير مفهومة. مثلا عندنا عمليات الإرهابية التي حدثت في أمريكا في 2001، جماعة من ليسوا فقراء متعلمين في أعلى درجة التعليم وقاموا بهذه العمليات. هناك كذلك أطباء يلتحقون بداعش، هناك الكثير من المثقفين التحقوا بداعش من تونس، من المغرب، من ليبيا، من الجزائر. فهي ليست دائما مسألة فقر، وليست مسألة حتى كرامة. هناك إرهابيون في أوروبا متعلمين ويعيشون حياة رفاهية نوعا ما أو فعلا. لكن إذن ما هي الأسباب الأخرى التي تقود إنسان متعلم يعيش حياة جيدة في دولة ديمقراطية، ليس هناك ضغط، ليس هناك استبداد، أن يقوم بهذه العملية الإرهابية أو حتى يفكر في قتل الناس؟ شوف، أنا رسالة الدكتوراه، أنت ذكرتني برسالة الدكتوراه في السبعينات، كان موضوعها هو التجارب الطبية على الإنسان. أستاذ الجليل اسمه مارك كلاين، يعني طبيب أخذوه الألمان ووضعوه في محتشد وعايش يعني شيء لا يصدق، هو التجارب الطبية التي كانت يعني تسلط على البشر. يعني كانوا يقومون، الأطباء الألمان كانوا يقومون بتجارب ولا عندك فكرة. مثلا يقطعون يعني ذراع شخص ويحاولون تركيبه على جندي ألماني مثلا. استعملوا أشياء لا يمكن أن تتخيلها في خيالك، يعني تعقيم النساء، استلال لا معي، أشياء لا تصدق. وأنا ذلك كنت أطرح هذا السؤال، يعني هذا أنت ذكرتني بشبابي وبرسالة الدكتوراه. مش معقول هذم الأطباء كانوا يحبون الموسيقى الكلاسيكية، وكانت لهم أبناء وبنات وكذا، ويحبون أطفالهم، يدخل إلى المحتشد فيصبح حيوان إنساني، لا عنده أي، يتجرد من كل إنسانية، يخرج من الواحد يصبح إنسان طبيعي وعادي وكذا كذا. هذه طبيعة البشر. أنت عندك بشر جزء منهم جزء حيواني، جزء شيطاني. يعني هذه الفكرة أنه إحنا ملائكة شياطين، البشر ملائكة شياطين. لا تستغرب من أنه فعلا أنك تجد أطباء يعني يذبحون أو يقتلون أو كذا. لحسن الحظ هم يعني أشياء التي تحصى ولا يقاس عليها. يعني مش كل الأطباء كلهم مش كل الأطباء الألمان شاركوا في هذه الفظاعات، جزء قليل منهم، 1 في 1000. الإرهاب كذلك، طبيعة البشر تسمح بأشياء كما هذا. أنت عندك بشر قادرين على يعني أفعال لا تتخيلها في دماغك، لأنك أنت بشر طبيعي تنتمي إلى، خلينا نقول 99% من البشر الذين لا يخطر ببالهم أنهم يذبحون ويقتلون، لكن عندك بشر عندهم هذه طبيعتنا البشرية، وبالتالي لا يجب أن نغفل عنها. نعم، لكن هذه الطبيعة البشرية أيضا هي أيضا طبيعة تستفز. يعني أنت يمكن أن تستفز الشر الموجود في الناس. أنت مثلا سألتني على 2001 والأطباء الذين ذهبوا لضرب الولايات المتحدة إلى آخره. مرة أخرى أنا لا أبرر، وأدنت هذه العملية في تلك الوقت بكل وضوح. وأنا بالنسبة لي ما دام أنك تذهب تنتقم من دولة استبدادية بضرب الأبرياء، أنت مخطئ تماما أخلاقيا وسياسيا. لأنه إذا كان أنت عندك مشكلة مع الدولة الاستبدادية، امشي اضرب جنودها، مش تضرب الأبرياء. القضية هذه واضحة بالنسبة لي. لكن أيضا مرة أخرى لا للتبرير وإنما فقط للتفسير. هؤلاء الناس الذين ذهبوا للولايات المتحدة لارتكاب هذه العملية الإجرامية أيضا كانوا يشعرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقوم بعملية إجرامية واسعة النطاق في بلداننا، من ناحية أنها تدعم الاستبداد، من ناحية أنها سرقة الثروات إلى آخره. يعني كانت لهم مبرراتهم بالنسبة لهم. أنا مرة أخرى أقول أن هذه المبررات لو وقفوا مثلا جنود ضد جنود
اوكي، لكن انا لا اقبل انهم يذهبون ويقتلون ابرياء، لان في اخر المطاف هذه السيده الامريكيه التي احترقت في الطابق ال14، وذلك السوداء التي ليس لها، التي تعاني من العنصريه من هؤلاء الناس، تذهب هي ضحيه كذا. سياساتهم الغبيه في الشرق الاوسط يعني شيء غير مقبول. لكن مره اخرى عندك ناس عندهم استعداد هائل للشر، وانت اذا كان بسياساتك استفزيت تلك المنطقه الشريره من الطبيعه البشريه، فيجب للاسف الشديد ان تتحمل انت ونحن مسؤوليه تلك العمليه. اوكي، جميل. لننتقل الى المعضله. انا اجد انها، اظن انها معضله كبيره الان بالنسبه للغرب، خصوصا فرنسا طبعا التي عاشت هذه الجرائم الإرهابية مؤخرا. وأنا أسألكم الآن، إن كنتم رئيس دولة غربية مثل فرنسا الآن، وعندكم هذا المأزق أو هذه المعضلة، في من ناحية هناك مسألة حرية التعبير التي لا يمكن التخلي عنها. هذا حق يريده الناس هناك وكافحوا من أجله لمدة قرون، فلا لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن هذا الحق الذي فيه كذلك السخرية من إيديولوجيات تدخل في حرية التعبير. ومن الجانب الآخر عندك بعض ربما لنسميهم مجانين أو بعض المرضى النفسيين الذين لهم القدرة على قتل الناس لأنهم جرحوا في مشاعرهم. ليس الكل سيقتل، لكن هناك نسبة كما ذكرتم، دائما هناك نسبة من الناس الذين عندهم هذه القابلية أنهم يقتلون الناس فقط لأنه تأثر أو جرحت مشاعره أو استفز. فإن كنتم رئيس لفرنسا الآن، هل ستستغنون عن حرية التعبير لصالح إنقاذ أرواح ناس والاستسلام؟ لأن كما قلتم الإرهاب هدفه هو أن يستسلم الآخر. فهل ستقومون بذلك أم ستصرون على هذه المكاسب التي منها طبعا مكسب حرية التعبير؟ شوف مرة أخرى، يعني أنت في الحياة تتعامل مع مبدأين، مبدأ اللذة ومبدأ الواقعية اللي يسميه فرويد برانسيب دو بليزير برانسيب دو رياليتي. شو هو البرانسيب؟ ما هو يعني مفهوم مبدأ اللذة والمتعة. مبدأ اللذة والمتعة هو أنك تفعل ما تريد، تفعل ما تريد، ما تحب، ما تقرر أنت أنه هذا هو الحق والواجب والكذا. ومبدأ الواقعية هو أنك تفهم أن العالم الذي تعيش فيه ليس العالم، ليس أمك التي ستدللك وستقبل منك كل ما تريد، وليس موجودا لك أنت فقط، وأنك يجب أن تتشارك فيه مع الناس. هذا هو مبدأ الواقعية. فرويد عنده تحليل جميل جدا للطبيعة العصبية للنفس المريضة. يقول لك أن النفس المريضة هي النفس التي لا تقبل بمبدأ الواقعية، أنك تعيش في عالم مشترك، وأنك يجب أن تتخلى عن جزء من غرائزك، وأنك يجب أن تحافظ على يعني تضغط على نفسك. والمبدا نتاع البرانسيب دو بليزير هو لا انا اريد افعل ما اريد وافعل كذا وكذا، ويلطمك الواقع تاك تاك تاك، يلطمك الواقع. هذا ما وقع الان في بالنسبه لما يقع في فرنسا. برانسيب دو بليزير، حريه الراي بالنسبه لي هي حريه مطلقه. نعم سيدي، حريه مطلقه. وين موجوده الحريه المطلقه؟ اعطيني وين الحريه المطلقه؟ وين اين وجدت؟ هل ثم شيء اسمه الحريه المطلقه؟ ثم شيء اسمه الحريه المطلقه؟ لا يوجد، كلام فارغ. انا دائما وبدر اعطي مثال اللي هو ابسط مثال، اللي هو يعني حريه السياقه. قلتها في ما نعرفش مع من قلت انه حريه التنقل لا تعني حريه السياقه في حاله سكر. حريه التنقل انت حر تتنقل اينما تريد، تاخذ سيارتك تمشي فيها ما تحب، تاخذ ما عندكش حق تسوق في حاله سكر لانك تشكل خطر على الناس. اذا حريتك حريه التنقل محدوده، وهي محدوده بألف حد وحد. هي محدوده بانك يجب ان تضع الحزام، بانك يجب يكون عندك رخصه سياقه، يجب ان تكون كذا الى اخره. 20,000 حاجه تحد من حريتك، لكن التعبير يختلف لحمايتك وحمايه الاخرين. حريه الراي والتعبير كيف مثل كل حريه تخضع الى حدود.
شنو انت تجيني تقول لي انا قررت انه من حقي يعني ان اسخر من مقدساتك وان اظهر النبي صلى الله عليه وسلم في الوضع. انت شفت الصوره التي يعني اثارت غضب المسلمين مع التذكير مره اخرى انني ادين ادانه تامه عمليه قتل ذلك المعلم، وادين بكل وضوح يعني كل ما له علاقه بالقتل وبالعنف وكذا، خاصه باسم الدين الاسلامي. لكن الصوره التي وضعت والتي تعتبر الان هي كل شيء، يعني كانها رمز، اصبحت رمز وعلم لحريه الراي والسلام، صوره فظيعه بغض النظر عنها قبيحه وكذا، فظيعه. يعني شنو انت يعني تعتبر انه اذا لم تمارس حق السخريه من مقدساتي فانك لست حرا؟ من وين هذا المنطق؟ هذا هو البرانسيب دو بليزير، برانسيب دو رياليتي اللي انت يعني تقاسم هذا العالم مع 1.5 مليار من المسلمين. هذا هو البرانسيب دو رياليتي. البرانسيب دو رياليتي هو هذا. البرانسيب دو رياليتي هو يحد من حدود انك تقاسم 1.5 مليار من الناس الذين لا يقبلون لا مفهومك للحريه ولا مفهومك للنكته للسخريه، ما يفهموش ايش تعمل. شو هذا برانسيب دو رياليتي؟ موجودين، هذا مش موجودين وموجودين في عقر دارك وعندهم قيمه كذا. يا اما انك تقول جو مون فو، انا بالنسبه لي لو برانسيب دو بليزير هو كل شيء واعمل ما اريد وكذا، ولا تقول برانسيب دو رياليتي. برانسيب دو رياليتي يقول لك لا، انت شوف، انت لما مره اخرى مثال بسيط، انت لما تسكن في الطابق الثالث في عماره، انت حر داخل يعني صالونك، تفعل ما تشي وكذا، لكن ليس لك الحق انه للأربعة متاع الصباح وانت عامل يعني حفله كل ليله، ما عندكش الحق، رغم انك في عقر دارك ما عندكش الحق، لانك تشارك الناس في كذا. نفس الشيء هؤلاء الناس يشاركون يعني العالم الان موجود بكل هذه المجموعات البشريه. يا اما ان نقبل نحب من حريتنا، نحن لا نسخر من الناس، نحترم الناس وانذاك انتهى الموضوع، والا نقولوا لا ونتمسك. وعلى كل حال انا نحب نذكرك بانه الناس اللي اليوم يقولوا حريه الراي والتعبير هي لا تكون الا اذا استطعنا ان نسخر من رسول المسلمين، قله. اللي انا اتابع ما يكتب في فرنسا في الناس الكثيرين الذين يقولون هذا الكلام غلط ولا يبقوا يمشي فيه، وانا استغرب انه بعض العرب وكذا ربما ياخذون هذه الفكره. الفرنسيين هم نفسهم بداوا يتراجعوا في هذه الفكره. وجاك شيراك الذي كان رئيس فرنسي هو نفسه علق في 2006، لان هذه الكاريكاتير اللعينه كانت موجوده من 2006، هو نفسه علق. جاك شيراك قال بعظم لسانه، انا اتذكر، قال حريه الراي والتعبير ليست مطلقه. هذا هو الموضوع. اذا احنا الان لابد انه العقلاء من الجهتين، العقلاء هم عندهم انه يخفوا من الغلواء هؤلاء الناس اللي يقول لك لا، حريتي هي اني اسخر على الناس، ان احتقرهم، انني ابصق على وجوههم وانا كذا. يقولوا لا، اوكي، هذا البرانسيب دو بليزير، ما تنصب برانسيب دو رياليتي. واحنا من جهتنا موقفنا يجب ان يكون واضح، انه لا نقبل ابدا ان يقتل اي انسان باسم ديننا. لانه في اخر المطاف اذا كان اخذت المثال نتاع انك تقوم في يعني بالضجيج في بيتك، انت ليس لك الحق انك تذهب لتقتل جارك لانه قام بالضجيج. انت عندك الحق الوحيد هو انك تمشي تقدم به شكوى، فهمني، امام المحاكم، والمحاكم تقتص لك. هذا ما كان يجب ان يفعل، مش انك تقتص لنفسك بنفسك. انا اعتبر انه الغلطه، الاخرين ارتكبوا غلطه عندما استفزوا مشاعرنا بذلك الصور الفظيعه التي ليس لا علاقه لا بالجمال ولا بالكاريكاتير ولا بالفن وكذا. لكن ايضا الذين ذهبوا لقتل الناس هم ايضا لا يغتفر لهم، لانهم استعملوا. شوف المصيبه، يعني شوف المصيبه اللي تسببوا فيها هذم الكاريكاتير للفرنسيين اليوم، يعني في كل العالم الاسلامي ولا يعني شعبيتهم قلت كثيرا، وان شاء الله توقف هذه الامور. وشوف احنا الضرر الذي الحقه بنا هذا المجرم الذي ذبح ذلك الرجل المسكين بتلك الطريقه الفظيعه. احنا اليوم ما بين مجموعتين متشددتين يتغذيان من بعضهم البعض، والناس العقلاء من يعني اللي يفهموا البرانسيب دو رياليتي، اللي يفهموا اللي احنا في عالم مشترك، لازم يوقفوا ما بين هاتين المجموعتين المتشددتين ليعيدوا يعني الحوار وليعيدوا الهدوء والسلام بين المفروض اللي احنا يعني جنوب وشمال البحر الابيض المتوسط، نحن يعني مجموعه انسانيه واحده، لابد ان نعيد السلام بيننا. وهذا
ضروري جدا جدا جدا. أوكي. هناك ربما أظن الكثير من المشاهدين كذلك يذهبون في نفس المنحى، وهو أن هناك مشكلة عندما نتكلم عن أن عندما نحاول أن نضع خطوط حمراء أو حدود لحرية التعبير، سنفتح الباب على مصراعيه لكثير من التأويلات. أولا قد يأتي يعني لأنك الآن تفتح الباب لشخص مجرد أن يقول أن مشاعري جرحت، تم استفزازي، يجب أن تتوقف عن ذلك الفعل. فقد يأتي مثلا مسيحي أو يهودي يقول لا، توقفوا عن قراءة القرآن، توقفوا لأن فيه نصوص تستفز مشاعرنا. هناك قد يأتي يعني حتى لو فرنسا أوقفت السخرية من المقدسات الإسلامية، قد تأتي قدوة قادمة ويقول المسلمون في فرنسا عندما تذكرون محمد يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا ستستفز مشاعري. يعني سنفتح الباب على مصراعيه لكثير من التأويلات. أليس الأولى حتى لو كانت هذه الكاريكاتورات، حتى لو كان هذا الاستفزاز غير جيد غير لائق، أليس من الأولى أن نقول حرية التعبير لا يجب أن تكون عندها خطوط حمراء؟ الإنسان حتى لو جرحت مشاعرنا، حتى لو تم استفزازنا، فهو السخرية هي من إيديولوجية، هي من كومة أفكار إن شئنا، وليس من الإنسان. يعني ليس هناك خطاب كراهية أو دعوة للعنف ضد المسلمين، هي مجرد رسوم. يعني هي ليست جميلة، ليست لائقة، كان ربما من الأولى ألا تكون، لكن في نهاية الأمر هذه حرية تعبير يجب أن يتعايش معها المسلمون كما يتعايش المسيحيون واليهود مع رسومات شارلي. لم نجد جماعات إرهابية مسيحية أو يهودية تقتل الرسامين في شارلي، رغم أن شارلي تتعرض للجميع، ليس فقط الأديان بل الكل. شوف مرة أخرى أنا أقول لك قصة حرية الرأي والتعبير كشعار مطلق نحن عانينا منه في تونس بكيفية أخرى. كيف الكيفية أخرى؟ أنا من الناس الذين وقفوا أمام المحاكم في تونس على الأقل 7 مرات في عهد الاستبداد، لكتب لمقالات إلى آخره، دائما وأبدا يعني بتهمة الإدلاء بأفكار إلى آخره. وكنا أمام المحاكم نستنجد بالدستور التونسي اللي كان مجرد حبر على ورق، الذي كان يضمن حرية الرأي والتعبير، وكنا نطالب بحرية الرأي والتعبير. لما جينا للسلطة قلنا حرية الرأي والتعبير هي شيء مقدس، ولا بد أن نترك للناس يعني هذه الحرية، لأنه إحنا كمناضلين كحقوقيين مشينا للسجون، تعذبنا، تنفينا من أجل هذه الحرية. شو حسب رأيي كانت النتيجة؟ كيف صارت النتيجة؟ أقول لك النتيجة صارت أنه ألد أعدائنا في تلك الفترة اللي هم كانوا خدم السلطان استولوا على هذه حرية الرأي والتعبير واستعملوها لبث الإشاعات، لبث الأكاذيب. ما عندكش فكرة على الأكاذيب التي استعملت ضدي، منها أن تشجيع الإرهاب. يعني صارت فيه فوضى لا تصدق، جعلت من هذه حرية التعبير التي كنا نتمنى أن تكون نعمة أصبحت نقمة على المجتمع. أصبحت حرية التضليل، حرية الكذب، حرية التشويه، حرية السب، حرية الشتم إلى آخره. طيب هنا يطرح الموضوع، هل ثمة شيء اسمه الحرية في المطلق؟ هذا هو الموضوع. أعطيني أي حرية وقل لي مارسها في المطلق ولا تضع لها أي حدود، وأنا أقول لك أوكي. أخي بين قوسين يا أخي، في أوروبا ما عندهمش حدود لحرية الرأي والتعبير. أنت تقدر في أوروبا مثلا أنك تمشي تعمل خطاب معادي للسامية يضعك أمام المحاكم. إذا حرية الرأي والتعبير مقيدة. أنت يمكن أن تسب وتشتم، حرية الرأي والتعبير. حرية الرأي والتعبير مقيدة بالقانون في كل بلدان الدنيا. الخطأ مرة أخرى بالنسبة للإسلاميين كذا هو أنهم يريدون أن يعني ينتقموا لأنفسهم بأنفسهم. أنت عندك هذه القضية اللعينة تمشي أمام المحاكم الفرنسية. أنا بالنسبة لي لو ذهبوا إلى المحاكم الفرنسية ضد هذه الرسوم لكان موقف متحضر، وأنا على ثقة أن الفرنسيين كانوا يعني ينصفون، لأنه فعلا فيها استفزاز،
فيها كذب، فيها حقاره، فيها شيء لا يوصف. انا عندي قناعه انه كانت ربما يربحون هذه القضايا. الاجرام هو انك انت تمشي تقتل الناس وتاخذ حقك بيدك، وهذا غير في الدول المتحضره ليس لاحد ان ياخذ حقه بنفسه، لابد ان يمر على القانون، خاصه في مجتمعات فيها دوله قانون كذا. اذا مره اخرى انا بالنسبه لي هذه قصه حريه الراي والتعبير في المطلق انا جربتها في جسدي في بلادي في كذا، اعرف انه اكبر كذبه، لان في الواقع تترك الحبل على الغارب للناس اللي هم لا عندهم لا مسؤوليه لا اخلاق لا يهمهم المجتمع لا يهمهم تبعات، ويختبون وراء هذه الحريه ويشكلون خطر على المجتمع. والدليل على ذلك يعني فيش دليل احسن من هذا مما وقع اليوم. هذه حريه الراي والتعبير في المطلق ادت اليوم في ازمه خارقه لفرنسا، المهدده في صورتها في العالم، المهدده في مصالحها، المهدده في داخلها. هذا احسن دليل على انه لا يمكن للحريه ان تكون مطلقه، لابد ان يكون هناك ضوابط ذاتيه وضوابط خارجيه. يا رسول الله سنناقش هذه الفكره، وهي بالنسبه لي من ابجديات في تلامذه الفلسفه في الابتدائي او في الثانوي في عمره 18 سنه. اول ما يتعلم فكره انه حريتك تتوقف اين تبدا حريتي. هذا هو الشيء المعمول به، لانه مبدا الواقعيه البرانسيب دو رياليتي يفرض عليك انك تعيش في مجتمع مشترك، ولا بد ان تاخذ بعين الاعتبار الاخرين. اذا كنت تقول لي لا انا اخاف انني اذا وضعت هذا الحد فانه من الممكن كذا، شو تخاف؟ ولا تخاف من العكس، لا تخاف ان الناس تقتل بعضها بهالكيفيه هذه. هذا كلام غير معقول. يعني لابد ان نضع الامور في نصابها الصحيح، والا يعني ماشيين الى مشاكل لا حصر لها ولا حد. ربما ننتقل الى السؤال، هو عنده علاقه بالموضوع طبعا، لكن لماذا هناك، وربما اجبتم عليه جزئيا، لماذا هناك توتر بين فرنسا والعالم العربي بين قوسين، ولا نجد هذا التوتر مع ألمانيا أو بريطانيا؟ هل لأن فرنسا، هل هناك أسباب استعمارية؟ لماذا فرنسا هي في الواجهة وليس فقط بعد مسألة الرسومات، يعني حتى قبل؟ شوف، أنا أعتبر أنه ثم هناك عفوا دقيقة، عندي مشكلة في دقيقة. أكيد. أوكي، إذا ننتظر ضيفنا، وأنا آسف لضيق. أوكي يعني جميل. كان عندي شوية مشكل في لا بأس. نرجع أيضا للموضوع. أولا أنا آسف لهذا التوتر، لأنه أعتبر أنه يعني لابد أن تكون هناك علاقات جيدة بين الشمال يعني البحر المتوسط وجنوب البحر المتوسط. يعني احنا علاقاتنا بفرنسا علاقات صعبة وقديمة، وفيها الحب وفيها الكره وفيها القرب وفيها البعد وفيها الغضب وفيها كذا، لأنه فعلا العلاقات خاصة منطقة الاتحاد المغاربي وفرنسا علاقات وثيقة جدا، ويعني يصير فيها كما يصير في الأصدقاء، يعني يصير فيها سوء فهم. أنا بالنسبة لي الآن الشيء الواضح، الشيء اللي يخوفني هو أني أشعر بأنه يعني تباعد، كأنها هذيك لا ديريف دي كونتينون بسيكولوجيك، يعني تشعر أنه بدأت يعني التباعد بين فرنسا وبين العرب والمسلمين، والهوة بدأت تتسع. وهذه الهوة بين فرنسا وبين العالم العربي والإسلامي تتسع في نفس الوقت الذي تتسع فيه هو داخل المجتمع الفرنسي بين 10% من السكان اللي هم المسلمين الذين أصبحوا يشار لهم بالبنان وأصبحوا يعني محل تهمة، والمجتمع الفرنسي. وهذه كارثة كبرى، وأنا أعتبر أنه المسؤول عنها بالأساس هم متشددين ومتشددوهم. يعني احنا هم عندهم متشددين، يعني هذا اقصى اليمين اللي بين قوسين هو نفسه اقصى اليمين الذي كان يكره اليهود، اليوم غير عدائه للساميه، اليوم احنا الساميين الجدد، احنا اليهود الجدد. هو نفس يعني في تاريخ فرنسا عندك دائما وابدا هذا اليمين المتطرف، يمين عنصري معادي للساميه، معادي للاجانب، جزء من تاريخ فرنسا. ارجع لبدايه القرن العشرين ستجده يعني متواجد طيله الوقت.
يعني التيار موجود في فرنسا، جزء من فرنسا، وهو الان يلعب على العداء على المسلمين، اليهود الجدد ان صح التعبير، لاغراض سياسيه. وهذا التيار غذى تيارنا احنا المتشددين، لانه احنا عندنا ايضا رده فعل متشدده، وبالتالي اليوم التياران يعيشان ببعضهما البعض. يعني اكبر هديه واجمل هديه للمتشددين الفرنسيين هم الاسلاميين الارهابيين، والعكس بالعكس، يعني عايشين ببعضهم. يعني صح. لو يختفي مثلا اليمين الفرنسي ينفجر، او فلن تجد اي ضروره، لن يظهر بتاتا هذا يعني الارهاب الاسلامي. والعكس بالعكس، الارهاب الاسلامي يغذي اقول الارهاب الاسلامي لانه للاسف الشديد هذا الارهاب هو في الوقت الحاضر يرتكب باسم الاسلام من طرف مجموعات اسلاميه. مره اخرى انا اقول لك الارهاب هو قضيه ابعد واخطر من قضيه الدين. اذا انت الان عندك الزوز التشددين اللي هم هزيله للهاويه، ولا يجب الان اعاده الحوار بين العقلاء يعني في الضفتين الشماليه والجنوبيه، حتى يعني نتحكم في هذين المتشددين على يميننا وعلى يسارنا، لانهم ياخذون للهاويه. الشعوب والدول سيأخذون للهاوية إذا أصبحت هم كلمتهم هم الذي هي الكلمة الفصل، قول الفصل. أوكي، جميل. بعض الأسئلة المتنوعة بعيدة عن الموضوع قليلا، عندها علاقة أكثر بتونس والفترة التي حكمتم فيها. السؤال هو يعني من الأمور التي لم تتقبلها النخب الحداثية واليسارية في البلدان المغاربية ما يسمونه بالتواطؤ غير المحمود الذي انتهجتموه وأنتم في موقع رئاسة الدولة مع حزب النهضة الإسلامي، الذي مما أضر بالتوازن المطلوب داخل الدولة وجعل الشارع التونسي يضطر إلى الانتفاضة لإسقاط حكومة النهضة وفرض حكومة ائتلاف وطني. السؤال: أين ذهب التوجه التقدمي والحقوقي للسيد المنصف المرزوقي خلال رئاسته للدولة في ظرف دقيق كان ينبغي فيه وضع أسس الانتقال الديمقراطي بشجاعة؟ شوف، بكل اختصار، علاقتي بالنهضة كانت يعني علاقة عدائية في الثمانينات، لأني أنا كنت يعني توجه علماني يساري اشتراكي عروبي لغير قومي، وبالتالي هذا بالنسبة لي كانوا عدو عقائدي ايديولوجي الى اخره. وبقيت على نفس الافكار يعني الى ان اصبحت رئيس رابطه حقوق الانسان، وانذاك وجهت بمعضله، وهي انه هؤلاء الناس هم الذين كانوا ضحايا التعذيب وضحايا يعني كل التجاوزات التي يمكن ان نتصورها عقلك. ووقع في تلك الفتره انقسام داخل مجموعتنا، يساريه ديمقراطيه حداثيه الى اخره. الناس كانوا يقول فخار يكسر بعض، وانا قلت لا، احنا رابطه حقوق الانسان لابد ان ندافع عن خصومنا مهما كانت التكاليف. وهذا الموقف هو الذي قادني الى انقلاب الرابطه في 94، قادني الى السجن، قادني الى المنفى الى اخره. لم اندم على هذا الموقف، لانني كنت ساتخذه لو كانوا يهود، لو كانوا مش عارف ايش، كانوا انا بالنسبه لي ابتداء من اللحظه التي مورس فيها التعذيب على بشر وانتهكت حقوقهم لا يهمني لونهم او كذا، يهمني هو انه ادافع عنه. بعدين دخلنا في قضيه العمل السياسي المنظم. انا اكتشفت بالتجربه في التسعينات انه الخط الفاصل ليس بين العلمانيين والاسلاميين، وانما بين الديمقراطيين وغير الديمقراطيين. لماذا؟ لانني اكتشفت انه داخل العائله التي كنت انتمي اليها العديد كانوا مع الاستبداد، يعني كانوا ضد الاسلاميين، وبالتالي كان لهم ذهبوا الى الاستبداد، نسوا الديمقراطيه، نسوا الاشتراكيه، نسوا كذا، وذهبوا للاستبداد. انا بالنسبه لي هذا كان غير، وبالتالي انا انفصلت عن هذا التيار لانه كان مع الاستبداد، وحطيت الخط الاحمر من مع الديمقراطيه ومن هم ضد الديمقراطيه. لما جاءت الثوره المباركه انا رجعت الى تونس على اساس انه خلاص انا سادافع عن الافكار اللي انا دفعت عنها، الديمقراطيه اليساريه الاجتماعيه، وليس اليساريه العقائديه المغفله يعني اللي فقط عندها العداء للاسلام فقط ونست القضيه الاجتماعيه الى اخره.
النهضة لم تكن تتعاون معي السنة الأولى هذيك لما كنا في قبل الانتخابات، لم يكن لي أدنى اتصال بالنهضة. النهضة كانت تعتبرني ظاهرة صوتية وإنسان يعني خلوض وكذا وثوري وثورة وشيء مش عارف إيش كذا. لما جاءت الانتخابات وجاء حزب المؤتمر الحزب الثاني، اكتشفنا أنه يستحيل على القوى الديمقراطية آنذاك اللي كانت ضد الاستبداد أنها تحكم لوحدها، لكان من الضروري أن نحكم ثلاثتنا، أنا وحزب المؤتمر النهضة ثم بعد كده حزب مصطفى بن شرف. كان ذلك مفروض بمعادلة حسابية لأنه لم يكن قدرة على أي طرف أن يحكم لوحده. فقمنا بهذه العملية التوافقية، لكن هذه العملية التوافقية أنا لم أسلم فيها بشيء. قلت لهم هذه قصة الشريعة في الدستور انساوها، هذه قصة الحريات وحقوق الإنسان هي مبدئية، هذه محاربة الفساد يجب أن تكون أولوية. على هذا الاتفاق ذهبنا. 3 سنوات اللي يعني عملنا فيها، النهضة تعاملت معي ليس كشريك وإنما كمنافس كغريم، وحاولت بكل الوسائل أن تأخذ هي بيدها القرارات وكذا، وحاولت بقدر الإمكان أن تبعدني على مراكز القرار، وخاصة كانت هناك خلافات جذرية في قضية التعامل مع المنظومة الحاكمة. أنا كنت مع المنظومة الحاكمة التعامل معها بكل حزم كما يقول مولاهم ابوهم الحنين. يعني كان لابد انه مثلا قانون العزل السياسي، انه نحمي الثوره، انه لابد من يعني من محاربه الفاسدين. هم لا، هم قال لك لا احنا كذا وهذا سيؤدي الى حرب اهليه وهذا كذا وكذا. فذهبوا في محاوله التوافق ليس معي وانما توافقوا مع النظام القديم. وفي 2013 خاصه بعد النكبه المصريه، يعني واضح انه النهضه غيرت استراتيجيتها، واستراتيجيتها هي ليست تحالف مع الثوره ومع الثوريين، وانما تحالف مع الثوره المضاده، وصوتوا ضدي. يعني راشد الغنوشي دعا في الدوره الثانيه، في الدوره الاولى بقوا هكاك كذا، بالدوره الثانيه دعا بكل وضوح الى التصويت ضدي وصوتوا ضدي. اذا انتهت العلاقه مع الاسلام، ومن تلك الفتره الى اليوم لا توجد اي علاقه، بحيث هذه قصه انا محسوب على النهضه يعني كلام فارغ. العكس هو صحيح، النهضه تعاملت معي دائما وابدا كغريم كمنافس وليس كشريك. انا حاولت اتعامل معها كشريك، لكن هي لا، هي والان هي دخلت في شراكه، يعني حتى في عهدي انا يعني في 2013 دخلت في شراكه في توافق مع الثوره المضاده، ثم في ال5 سنوات الاخيره تحكم مع الثوره المضاده، وهي الان انا اعتبرها جزء من هذه الثوره المضاده. وبالتالي كفوا عني هذه قصه اني انا يعني باراشوك للنهضه مش عارف كذا. نعم، هذا خلاف قلت 1000 مره، قلت مع احمد منصور في كذا، ولكن مع هذا لا تلصق فيه هذه كذا، اني انا كنت ضد الانتهاكات على حقوق الناس، هذا اتحمل مسؤوليته. اني انا اعتبرت انه الخط الفاصل هو بين الديمقراطيه وغير الديمقراطيه، اتحمل مسؤوليته. وقبل اني حاولت اني اتجاوز هذه قصه العلمانيين والاسلاميين حتى نبلور تيار ثوري ديمقراطي، اتحمل مسؤوليته. لكن انه انا يعني بقيت ملتصق او ابحث عن قواعد النهضه او عن كذا، هذا كله كلام غلط. والدليل على ذلك اللي انا انسحبت من العمل السياسي، وهم ما زالوا يواصلون نفس الاغلاط ونفس الاخطاء. يعني هاو كل مره هاو متحالفين مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا كذا، وما زالت المكيافيليه السياسيه ماشيه يعني ما مش عارف لوين. وربي يستر تونس، هذا الشيء نتمنى ذلك. واضح دكتور. سؤال عن الدستور التونسي الجديد. شاركتم في وضع الدستور التونسي الجديد الذي أعلنتم فيه بأن هوية تونس هي العروبة والإسلام لا غير، واعتبرتم تلك الفقرة غير قابلة لأي تعديل. كيف لم يسعفكم توجهكم ومساركم الحقوقي باحترام التنوع الثقافي واللغوي لتونس، وكذا الأقليات اللغوية وخاصة الأمازيغ والأقليات الدينية؟ هل يمكن لدستور ديمقراطي أن يسكت عن ضمان حقوق الأقليات وأن يعتبرها طابوهات سياسية؟ لا ابدا، انت لم تقرا الدستور يعني بكل تواضع وبدون ادنى تواضع. اغلبيه الافكار الموجوده فيه، وخاصه اللي تتعلق بالحريات والحقوق الانسان وملكيه الشعب و يعني الحكم اللامركزيه، كل هذه افكار هي اللي دفعت عليها انا ووضعتها كلها في الدستور عبر الناس اللي اشتغلوا طول الوقت. غير صحيح انه الاقليات الدينيه وكذا، بالعكس هو موجود، انه حريه الضمير والمعتقد موجوده، يعني ما فيش حتى مشكله. احنا ايش قلنا؟
قلنا انه اللغه الرسميه هي اللغه العربيه فقط، وقلنا انه الاسلام هو دين الدوله، لانه هذاك كان تقريبا الحل الوحيد مع النهضه اللي بدات في البدايه. يعني لما بدانا النقاش حول الدستور انها كانت تريد ان تضع قضيه الشريعه، احنا قلنا لا سبيل اليه، لانه احنا يعني بالنسبه لنا الشريعه معناها اتيكيت انه هذه دوله اسلاميه، وانت تعرف هذا. وكانت صارت فيه نقاشات طويله وعريضه، ووصلنا للاتفاق الوحيد هو ان يعني قبلوا هم بهذه التراجع عندما نترك الفصل الاول اللي كان موجود منذ دستور 59 انه الاسلام دين الدوله فقط، لكن حريه الضمير وحريه المعتقد لكل الاديان وكذا هذا كان صحيح. الان تقول لي اللغه العربيه واللغات الاخرى، انا اسف لكن اللغه في تونس اللغه يعني سيطره 99.99 هي اللغه العربيه. لو كانت اللغه الامازيغيه موجوده بالكثافه التي موجوده مثلا في الجزائر وفي المغرب لما ترددت انا لحظه واحده لقبولها، لان ما عنديش مشكله. شوف خليني انا نعطيك، انت مغربي، وهذه فرصه سعيده بالنسبه لي للتحدث في موضوع الهويه المغاربيه. انت تعرف اللي انا مغاربي قلبا وقالبا، وتعرف قصه والدي انه نعم اللي عاش في المغرب الى اخره، وعندي اخوه مغاربه الى اخره. احنا المغاربيين بالنسبه لي احنا هويتنا كالمربع، احنا متوسطيون، لان حدودنا مع البحر الابيض المتوسط وعلاقاتنا مع المتوسط. يعني نحن عرب لانه لغتنا وتقاليدنا وكذا، والبوابه الشرقيه للمغرب الاتحاد المغربي هي عالم العرب، نحن عرب. نحن امازيغ لانه تراثنا ولغتنا قديمه وكذا، وعاداتنا والكسكسي ومش عارف ايش كذا، نحن امازيغ ونحن افارقه. يجب ان نكف يعني في هذا المنطقه المغاربيه على محاوله انه احنا هذا فقط لسنا هذا. انا ضد القومجيه العربيه اللي تقول لك احنا عرب والباقي كله كلام فارغ، وانا ايضا ضد القوميجيه الامازيغيه اللي تقول لك لا هذا انتم العرب مجرد غزاة ما عليكم الا ان ترجعوا. انا واحد من كتب لي من الايام قال انت ليس لك الحق ان تلبس البورنس، وليس لك حق ان تاكل كسكسي لانك تتكلم بالعربيه وتعتبر نفسك عربي. شو الكلام؟ احنا اليوم في هذه المنطقه المغاربيه هويتنا هي هويه مزدوجه مختلطه، نحن مختلطو الدماء، مختلطو الافكار، مختلطو كذا نحن، ولهذا يجب ان نقبل بان هويتنا متعدده الطبقات. نحن متوسطيون عرب امازيغ افارقه، وكفوا عنا هذه قضيه الهويه حتى نتفرغ للمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه، حتى لا نصير مثل الشرق فهمني اللي قتلتهم قضايا الهويه، هذا كردي هذا مش عارفاش هذا مش. نحن لا يجب ان نسقط في هذا الفخ. حتى لا نسقط في هذا الفخ نتفق من الان على انه احنا هويتنا هويه مزدوجه مركبه نعترف بها بكل مكوناتها، وهذه المكونات هي التي حددها التاريخ والجغرافيا. نحن متوسطون عرب امازيغ افارقه، وانتهى والسلام عليكم. جميل جدا. آخر سؤال دكتور إذا تفضلتم. أعرف أننا تجاوزنا الوقت ببضع دقائق، آسف جدا لذلك. ما هو في نظركم أو ما هي في نظركم أقرب الطرق لبناء الديمقراطية في دولنا؟ هل هناك عوائق داخلية أم خارجية أم كلاهما؟ شوف هناك عوائق خارجيه 100%. يعني انا اكتشفت بالتجربه انه يعني هناك قوى عديده في العالم لا تريد لشعوبنا ان تصبح شعوب ديمقراطيه، لانه شعوب ديمقراطيه ستؤدي الى انظمه يعني تريد الاستقلال الحقيقي والحريه الحقيقيه الى اخره، وهذا لا يريد. انظر ماذا فعلوا في مصر، تكالبوا على التجربه المصريه، رغم اني انا كنت ضد انه استيلاء اخوان المسلمين على كل مقاليد الحكم الى اخره، لكن كانت دوله ديمقراطيه او نظام ديمقراطي تكالبت عليه القوى الخارجيه وافسدت النظام. هذه تجربه ديمقراطيه التي لم تدم الا سنه واحده. العوائق الخارجيه موجوده، العوائق الداخليه هي الاهم. شو معناه؟ معناه اللي انت عندك لحد الان جزء من الشعب من الطبقه الحاكمه اللي ورثناها من الاستعمار، التي لم تقبل ولن تقبل للاسف الشديد انها يجب ان تقاسم الثروه والسلطه والاعتبار. الثلاثي الهاجس: الثروه، السلطه، الاعتبار.
الديمقراطية هي محاولة لتوزيع السلطة ولتوزيع الثروة ولتوزيع الاعتبار بكيفية تضمن الحد الأدنى من الانسجام الاجتماعي والحد الأدنى من السلم الاجتماعي. عندك الآن مجموعة من البشر موجودين عندكم في المغرب، موجودين عندنا في تونس، في الجزائر، في كذا، لا يقبلون بهذا، لا يريدون من يسمعوا بهذه قصة يعني المشاركة الشعبية، الحق الناس في الاعتبار، الحق الناس في الحريات، لا يريدون أن يسمعوا بهذا، وهم مستعدون لحرق الأخضر واليابس للأسف الشديد لمنع هذا الشيء. وعندما تقوم الثورة فإنهم يشكلون الثورة المضادة، مهمتها هي إفشال الثورة. إحنا لابد أن نتعامل بذكاء وبحنكة مع هؤلاء المجموعة. سنواصل النضال، لن نقبل منكم مرة أخرى أنكم تضعوا يعني العجلة في الروارد مثل ما تقولوا في المغرب، لكن يجب أن يكون عندنا إصرار كامل واضح على أننا لن نقبل مواصلة الدولة الاستبدادية القديمة، خاصة الأجيال الجديدة يعني ما عادش عندها حتى علاقة بهذيك الحرب ضد الاستعمار وشرعية الحرب ضد الاستعمار، كل الكلام انتهى. إذن مشروعنا في الأساس يجب بناء الدولة الديمقراطية وما اسمه شعب المواطنين. هذا سيسمح لنا في وقت من الأوقات بأن نشكل الاتحاد المغاربي، وربما اتحاد أوسع الاتحاد العربي، كما فعل الأوروبيون الذين انطلقوا من بعض الدول التي كانت تتشابه في الديمقراطية. أذكر دائما وابدا أن أوروبا ما كان لها أن تقوم لولا اختفت النازية والشيوعية وكذا، لأن الدكتاتوريات لا تتحد، الديمقراطيات وحدها تتحد. إذن إحنا لحد الآن لم نتحد لأنه الدكتاتوريات لا تتحد. بالتالي بابنا للاتحاد، سواء الاتحاد المغاربي أو الاتحاد العربي، فتح الفضاء العربي، الفضاء كذا، لن يكون إلا عبر الديمقراطية، عبر نظام ديمقراطي فيه ناس تأتي للسلطة وترحل وتعرف أن مصلحتها هي مصلحتها خدمة الشعب. ما عندناش مشروع آخر، وخاصة الجيل الجديد. مشروعكم إذا أردتم أن لا تصبحوا لاجئين في بلادكم أو في بلاد الآخرين هو الصراع من أجل دولة القانون والمؤسسات، شعب المواطنين وليس شعب الرعاية، الاتحاد المغاربي، الاتحاد العربي. هذه هي تقريبا خارطة الطريق الوحيدة التي أمامنا، وإلا فإنه لا قدر الله الخراب والفوضى في كل مكان. جميل. فقط سؤال صغير على الهامش بخصوص العوائق الخارجية. قلتم أنه هناك جهات لا تريد لهذه الشعوب الديمقراطية وأن تقوم يعني بنفسها، لكن أليس هناك خوف كذلك من الديمقراطية في هذه البلدان لأنها ستؤدي لا محالة إلى وصول الإسلاميين إلى الحكم؟ هذا هو الخطأ الكبير. بالنسبة لي أنا اللي يهمني هو أن تكون اللعبة الديمقراطية واضحة وشفافة. إذا جاءوا الإسلاميين للحكم في حلين، الحل الأول هو أنهم يفشلوا فشلا ذريعا، آنذاك 5 سنوات ثم ينتهي الوهم حول الإسلاميين، لأنه فيه وهم كبير. صحيح. هو شو لماذا الناس صوتت على الإسلاميين في كل مكان، في الجزائر في 92 كذا، وهم حول الإسلاميين أنهم ناس نظاف وناس كذا وناس كذا ويحلون المشاكل، ثم تأتي النتيجة ويكتشفون أنهم سياسيين كبقية السياسيين، وفيهم الطيب والخبيث، وفيهم الناجح وفيهم الطالح إلى آخره. إذن الديمقراطية التي أتت بهم ترحل بهم. إذا نجحوا فهم نجحوا للبلاد، شو اللي يهمني أنا؟ إذا كان نجحوا مثلا وكانت عندهم أفكار وكذا هم نجحوا للبلاد. اللهم أنت كان تقول لا، أنت ما يهمكش أنت النجاح والإخفاق، مهمتك أنك عدو عقائدي، عندك عدو عقائدي لا يمكن أن تسمح له بالنجاح. هذا مسؤوليتك أنت، هذه كلامك أنت، أنا لا أقبله. أنا كوطني يهمني مصلحة الوطن. إذا خدمونها الإسلاميين وجابوا كذا فليكن، لما لا، شو الموضوع؟ وإذا لم يفعل فلترحل بهم الديمقراطية. لكن انك تجي على هالاساس هذا تقول لي انا ما نعملش ديمقراطيه خوفا ان ياتينا الاسلاميين، شنو البديل؟ الفاسدين نتاع النظام القديم هذوك هم تحبهم، اللي وصلونا للثوره تحب تواصل بهم لانك خايف ان الاسلاميين ينجحوا ما ينجحوش. هذا مش معقول. يعني انت لازم يكون عندك وجهه نظر، هل انت مع مصلحه الوطن؟ هل انت مع المصلحه العليا؟ هل انت مع يعني تنظر الى الافق البعيد؟ والا انت محصور في عداواتك الصغيره، في مخاوفك الكذا، وأنك أنت نفسك لا تصلح بالسلطة، أنت نفسك لا تصلح لهذا البلد. يعني طريقة التفكير هذه تجعلك خارج اللعبة. بالنسبة لي اللعبة لازم تكون لعبة أخلاقية. أنا اللي يهمني مصلحة الوطن فقط.
جميل. لكن ثم خطر لو قالوا لي الجزائريين لما حكيت معهم، لان هذا موقفي لم يتغير من التسعينات. اخواننا الجزائريين قالوا تحب تجرب بنا، ومن يقول لك انه اذا كان الاسلاميين اخذوا الحكم لن يصبحوا هم مستبدين ويستولوا على مقاليد كذا. اذا اصبحوا مستبدين واستولوا سنقف لهم بالمرصاد وسنحاربهم كما لو كانوا اي مستبدين اخرين. وهذا موقع يعني في كثير من الاماكن. خلي يعني يجب ان نترك التاريخ يعني يجرب وياتي بالقوى الجديده، ولا نخاف من اي شيء. الخوف الوحيد هو انه نتقوقع ونخاف على مصالحنا ونبقى في اماكننا ونراوح. اليوم عندك ناس يتحسرون على بن علي، بين قوسين غدا سيكون 7 نوفمبر الذي كانوا يحتفلون به وذهبوا هو كلهم الى الجحيم. هذا 7 نوفمبر. في ناس اليوم مستعده باش ترجع لهذا 7 نوفمبر اللعين، باعتبار انه في تلك الفتره يعني كان المعدنوس ب 100 مليم كما يقولون، يعني كانت العلفه والقرط موفر في الاسطبل للحيوانات الادميه. احنا لسنا حيوانات ادميه، احنا ما هذه قصه انه في تلك الفتره كان الخبز والامن، ما حاجناش بالخبز والامان. احنا بالنسبه لنا الكرامه هي قبل الخبز والامان. هذا ما لا يريدون ان يفهمونه. الكرامه والحريه هي اللي تاتي بالخبز والامان، لكن الخبز والامان بدون حريه وكرامه لن ياتي الا بالثوره وبالثوره المضاده هذا اشياء يجب ان تكون واضحه بالنسبه للجميع. رائع جدا. ربما احسن شيء نختم به دكتور المنصف المرزوقي، شكرا بزاف برشا على حضوركم معنا اليوم في هذا اللقاء الماتع. إذا كانت عندكم كلمة أخيرة لربما أغلب مشاهدينا هم تونس، مغرب، جزائر. يعني إن شاء الله يكونوا من الشباب، يكونوا من الشباب، يكونوا نشوفوا. لا تلومونا، احنا الجيل، لا تعاتبونا، لا تعملونا مشاكل. احنا قمنا بواجبنا. انا واحد من الناس قمت بواجبنا، الناس قمنا بواجبنا. كنا دون المستوى، دون المطلوب، اوكي خلاص، هذا احسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا باحسن منه فهو اولى بالصواب كما يقول ابو حنيفه. الان مواصله النهج، احنا حلقه، يعني الاجيال، كل جيل هو مجرد حلقه في سلسله. تاريخ هذه الامه يعني منذ مئات والاف السنين وستواصل. انتم الحلقه المقبله يعني تواصلون هذه الحلقه مثل ما احنا وصلنا حلقه ابائنا واجدادنا. ابائنا واجدادنا ناضلوا ضد الاستعمار، جاء جيلي انا ناضلنا ضد الاستبداد. انتم اتوا جيلكم مهمته هو بناء دوله ديمقراطيه، شعب المواطنين، اتحاد الشعوب العربيه، اتحاد المغاربي. هذه مهمتكم، واحنا نحاسبوكم مش انتم تحاسبونا. يعني انتم دائما وابدا الشباب تحاسبوا فينا وانتم السياسيين وش عملتوا كذا، كلام فارغ هذا كله. احنا قمنا بواجبنا، ضحينا، اخطانا، اصبنا، عملنا اللي في جهدنا. تو احنا باش نحاسبوكم. حركوا، ابنوا، واصلوا. ستكتشفون صعوبه الحكم، ستكتشفون صعوبه المعارضه، ستكتشفون مبدا الواقعيه اللي حكيت لكم عليه، البرانسيب دو رياليتي. باش تاكلوا الضرب، ستتعرضون الى احباطات والى فشل، لكن ضروري انكم كل مره تقفوا وتواصلوا. هذا جيل بعد جيل بعد جيل، والدوام ينقب الرخام مثل ما نقول في تونس. الدوام ينقب الرخام، هذا الرخام اللعين سننقبه، وسنجعل من هذه الرخامه سنبني منها اجمل يعني الاعمال الفنيه. هذه مهمتكم. اذا لا تلومونا، لا تعاتبونا، لا تصرخوا فينا، لا ما فعلتوش، لا كذا لا كذا كذا. ونحن سلمنا لكم الرساله، واصلوا. يعني حظ سعيد لكم ان شاء الله، حظكم سعيد يكون احسن من حظنا احنا. ولو احنا تمتعنا، احنا راهو كانت النظام تماش متعه احسن من متعه النظام، تمتعنا بالنظام. كانت حياتنا رائعه لان كانت لها معنى وكانت لها هدف وكانت لها قوه. اتمنى ان تكون لكم يعني نفس القوه ونفس القدره على الحلم، نفس القدره على يعني مغالبه كل الصعوبات، يعني نفس القدره على زخم الحياه الموجود فيكم، لا تضيعوه. رائع جدا. شكرا مرة أخرى، جزيل الشكر على هذا اللقاء، على قبول الدعوة مرة أخرى. شكرا لكل من تابع الحوار، وألقاكم قريبا في حوار جديد من حوارات هشام. تحياتي للجميع.